اللي انت شايفه بيترفع قدامك ده مش مجرد حيطة في استوديو، ده جيش كامل بيبني تاريخ. عمرك سألت نفسك الأفلام التاريخية الكبيرة دي بتتصنع ازاي؟ أهلا بكم في الجزء الأول من كواليس أضخم ديكور سينمائي في مصر، فيلم أسد للمخرج محمد دياب ومهندس الديكور العبقري أحمد فايز، اللي هنا ما بيعتمدش على الكروما والجرافيك السهل، الاعتماد كله على العرق والهندسة. شفت العمال وهم واقفين كتف في كتف عشان يرفعوا واجهة مبنى كاملة بأدوات يدوية وتكنيك هندسي دقيق. وقبة المسجد الضخمة اللي شفتها في اللقطات اللي فاتت وهي بتترفع بالونش عشان تستقر في مكانها فوق الديكور المصنوع بالكامل من الصفر. هما هنا مش بيبنوا مجرد لوكيشن تصوير، هما بيبنوا مدينة كاملة حقيقية بمبانيها وقلاعها وتفاصيلها المعمارية المعقدة، عشان الكاميرا لما تتحرك تديك عمق حقيقي وواقعي مفيش جرافيك في العالم يقدر ينافسها. بس كل المجهود المرعب والأساسات دي كوم، واللي هيحصل بعد كده عشان المباني البيضاء والجديدة دي تبان قديمة ومأكولة وفات عليها الزمن كوم تاني خالص. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر لقطة بهرتكم، واعملوا شير وفولو عشان يوصلكم الجزء التاني اول لما ينزل.